أهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. النهاردة بنكمل في التحليلات اليومية لصفقات المضاربة السريعة. النهاردة 22/1/2026. دي التحليلات الخاصة باليوم النهاردة. خلونا نكون بنبدأ مع بعض على طول. هنبدأ بالذهب. ذهب دولار. زي ما حضراتكم شايفين، احنا عندنا اتنين ليفل مهمين جدا. الليفل ده هو 4753 وكسر، و 4888.7. زي ما احنا بنقول دايما، الليفلات دي قد تختلف بشكل طفيف من منصة لمنصة. آه، ده الليفل السفلي اللي هو ال 4753. لو حصل كسر السعر أسفل هذا الليفل، ممكن يعمل إعادة اختبار ويستمر في الهبوط. لو حصل إغلاق هنا إيجابي، هنا دي فرص بيع. دي فرص بيع أسفل ده. لكن في الحد العلوي اللي هو 4888، ده الحد العلوي بتاعنا 4888. لو السعر وصل وكسر، هنا دي فرص شراء. هنا صفقات شراء. أما الحد الوسطي اللي هو 4821، هنا بيكون لو السعر فوقيه وبيعمل إعادة اختبار وبيطلع، هنا تبقى صفقات بيع. وأسفل هذا الأمر لو السعر اتجاهه هابط بيعمل إعادة اختبار، هنا تبقى صفقات شراء. هنا تبقى صفقات شراء. طيب خلينا نروح للي بعد كده. هناخد الجنيه الاسترليني للين الياباني، الجي بي بي جي بي واي. الحد السفلي بتاعنا أهو اللي هو 211.57. الحد العلوي بتاعنا 212.75. آه، فوق الحد العلوي صفقات شراء. لما السعر يعمل إعادة اختبار هنا، نقدر ناخد صفقات شراء والإغلاق يكون إيجابي. أما أسفل الحد اللي هو 211.57، أو السعر هبط وكسر هذا الحد وأغلق إيجابيا، هنا بناخد صفقات بيع. الحد الوسطي اللي هو ال 212، هنا هو زي ما حضراتكم شايفين كده فوق الحد بناخد صفقات الشراء عند إعادة الاختبار طبعا. ولو هو تحتيه هنا كده سعر يعني نازل كده وبيعمل إعادة اختبار وبينزل، بناخد في الحد ده صفقات بيع. خلينا نكون بنروح ل آه، ناخد الأود جي بي واي. تمام. الحدود بتاعتنا اللي هي الحد السفلي اللي هو 106.745. أسفل الحد أسفل الحد بناخد صفقات بيع. والحد العلوي بتاعنا اللي هو 107.2. أعلى الحد ده زي ما حضراتكم شايفين كده بعينيكم، السعر عمال يعمل إيه؟ يعني يعمل إعادة اختبار وينطلق، إعادة اختبار وينطلق. ففي الأغلب بتبقى صفقات هنا شراء باي. صفقات شراء. وطبعا أسفل صفقات بيع. والحد طبعا آه، يبقى هم دول اللي احنا مركزين عليهم، لأنه العملة اتحركت بشكل قوي قوي قوي. ما أعتقدش إنها تنزل تاني تكسر الحد السفلي، فعشان كده اعتبرت ده الحد السفلي بتاعي وده الحد العلوي.
وخلينا نشوف الأخبار هتوصل فين. آه هنا طيب، نروح بعد كده ل آه تعالوا ناخد الداو جونز 30 اللي هو أعلى 30 سهم في الشركات الأمريكية. الداو جونز 30 نبص عليه مع بعض. الحد العلوي بتاعنا اللي هو 449,338. زي ما انتم شايفين ده مستوى مقاومة هائل جدا، شايفين هنا اهو اهو. لو حصل إن السعر كسره وأغلق إيجابيا إعادة اختبار وكده، هناخد هنا صفقات شراء. والحد السفلي اللي هو 48,340، لو السعر اتكسر وممكن يعمل إعادة اختبار وممكن لأ، الله أعلم. لو أغلق هنا إيجابيا بناخد هنا صفقات بيع. والحد الوسطي اللي هو 48، آسف، مظبوط 48,839. طبعا أعلاه صفقات شراء زي ما احنا عارفين بإعادة الاختبار، وأسفله بإعادة الاختبار صفقات بيع. طيب، ممكن ناخد كمان، آه، خلينا ناخد كمان يو اس 100 اللي هو أعلى 100 شركة في السوق الأمريكي. كده نبقى احنا خدنا شوية مؤشرات وعملات. الحد العلوي بتاعي أهو من 2,552 وكسر، والحد السفلي أهو 2,400. آه، آسف جدا، دي 24,901 ودي 25,524. بعتذر جدا. تمام. أسفل الرينج ده زي ما قلنا دايما صفقات بيع، وأعلى الرينج دون صفقات شراء زي ما احنا بنقول دايما. وده الحد الوسطي اللي هو 25,213. هنا دون أسفله بالإغلاق بعد إعادة الاختبار، هنا بيع. وهنا أعلاه بعد إعادة الاختبار أيضا شراء. شكرا لكم، أتمنى لكم كل توفيق. نلتزم بإدارة رأس المال، إدارة المخاطر بتاعتنا، نتعلم خطوة بخطوة. أتمنى لحضراتكم كل توفيق. شكرا جدا لحضراتكم.